عالم المصارعه هو عالم غريب مستمر من الخمسينات لحد دلوقتي. فكره ان اتنين في حلبة قاعدين بيدبوا في بعض فكره تقدر تقول مثيره للاهتمام شويه. فكره المصارعه في مصر هي مش جديده، هي من زمان وهي في حياتنا، بس الرياضه دي عدت بمراحل كتير، بازدهار، فضايح، عشان كده تفهمك قد ايه السلطه والنفوذ والجشع قادرين يخلوا الشخص شطار. بص، انا مش احسن واحد ممكن تاخد منه كلام عن المصارعه خالص، مع ذلك قد ايه العالم ده ممتع ونوستالجيك بالنسبه لي. المصارعه زمان منتشره بسبب قناه الحلبه والمصارع، كانت حديث الناس بشكل او باخر طول الوقت، والجذور ده كانت جايه من اهم واحد في المصارعه في مصر وهو كابتن ممدوح فرج. خلصت عليهم. كان مكرس حياته كلها لخدمه المصارعه من ايام ما كان مصارع لحد ما بقى مذيع، والامانه يعني تقدر تقول عشان هو ما كانش فيه غيره، مش عارف. بس كابتن ممدوح فرج من الناس اللي كانت بتتميز بحاجه مهمه جدا في المصارعه، الكاركتر والكاريزما. بوت اخر حاجه. بس قبل ما نتكلم عن كابتن ممدوح فرج خلينا نفهم هو ليه اصلا الناس تبقى مهتمه بالمصارعه. احنا من جوانا في غريزتنا حب القتال، يا ترى على موارد بقى، حته ارض، اكل، اي حاجه هتوفر لنا موارد هنا وهناك، فاحنا اصلا من غير حاجه كلنا بنحب العراك. وانا مش محتاج اقول الموضوع ده، يعني انت بص على اي زحمه في اي سكه هتلاقي الناس واقفه قاعده تتفرج على العركه. زي ما بقول لك عشان دي حاجه اصلا في غريزتنا. مع الوقت الانسان البدائي ده تحضر، ما ينفعش يقاتل ويتعارك بنفس الشكل ده، بس هو الفكره والنقطه الاهم ان الموضوع اصلا غريزي، كان لازم تحاول على الموضوع بشكل او باخر. فانت تلاقي اتنين على التلفزيون نازلين ضرب في بعض مش حلين، جمهور ومعلقين، وتلقائيا تبدا تقول انا عايز من ده، انا عايز من ده دلوقتي، انا عايز اتفرج على ده، عايز اتفرج على ده دلوقتي. حركه متأيفه لك، معموله لك انت مخصوص، حاجه محتاجه لك انت ان انت تستمتع بيها، وحاجه سكريبتد وفيك، بس مش بالمعنى الحرفي. تقدر تقول هي خدعه زي خدعه السيرك كده، بس خدعه متقنه. يعني حاجه تافهه زي ان هتلاقي دايما المصارعين وهم داخلين هتلاقيهم بيمضغوا ماستيكا، قد ايه هم شكلهم روش وجامد وهم قاعدين بيمضغوا اللبانه كده وهم داخلين. هو يبان تصرف عادي، بس هم مش بيعملوا كده روشانه، بس هو عشان في نص الفايت لو اللي قدامهم اداهم بوكس يتفوها لبعيد كأن هو تف اسنانه. The look of it, maybe they take a punch, take a really big kick, and when they snap their head back, they're able to spit that gum out. او حركه زي انهم يبلوا شعرهم قبل ما يدخلوا عشان يبان بقى شكلهم روش وبتاع، وهي مش بس عشان يبانوا روشين قدام الكاميرا، عشان هم بيتضربوا شعرهم زي ما تقول يتطاير فيبان روش برضه في الكاميرا بشكل او باخر. فاهم ليه؟ دي حاجه مش عارف. تفصيله كمان زي ان كل حلبه بيبقى تحتيها مايكات وامبليفرات واسمها ايه مش عارف، بحيث ان ده يبقى كاشف صوت الحلبه كلها، ولما حد يقوم مقلوبه على الحلبه صوت الهبده يبان زي وكل اشاره بتتعمل من المصارعين بيبقى ليها دلاله معينه، هي مش حاجه عشوائيه، ودي حاجه موجوده في كل الشوز مش مخصصه لسيجنتشر معين. فانا دايما بعجب بالتفصيله اللي انت مش هتاخد بالك منها الا لو ركزت او ان حد قال لك عليها. فعلا حاجات ما بتبانش غير بتركيز، فده يا اسطى شو من التكتيك موضوع لك، بس كل ده جوه الحلبه. انما بره الحلبه بقى في حاجه تانية بتخدم الغريزه الانسانيه بتاعتنا، وهي حكايه القصص، بس مش اي قصص. لان يا الله المصارعه كلها مليانه قصص من اولها لاخرها. فاهم؟ في قنوات يوتيوب قايمه على قصص المصارعه، بس قصص ببلوت وحكايه متماسكه تبقى حرفيا عايش معاهم. تخيل معايا مسلسل ممتده بس المفروض المسلسل ده كمان حقيقي، فانت دايما ده مخليك متحمس ان انت عايز تتابع تشوف ايه اللي هيحصل الاسبوع الجاي. في مره كاجوالي كده قام ترامب رايح حالق لماكمان زيرو عادي، فينس ماكمان كده كده لينا حديث مطول عنه قدام في الفيديو. او قصه تانية مثلا لما نحكي لك ان اندرتيكر هو اخو كين، وفي يوم اندرتيكر حرق بيته اللي هو كان فيه هو اهله وابوه مات احنا بنصحح مش بنتصحح، احنا بنمنتل مش بنتمنتل. انا مش فاهم. This is absolute cinema. بس اي قصه سينما لازم دايما تبقى بشخصيات مثيره للاهتمام، وعشان كده كل المصارع في الدبليو دبليو اي كان عنده شخصيه خاصه بيه ومثيره للاهتمام بكل الطرق. يعني ابسط مثال اللي احنا لسه قايلينه كين واندرتيكر، الغموض اللي كان بيحمله كل شخصيه فيهم كان مدي حماس للناس ان انا مش عارف طب ده ممكن يبقى وراه ايه، طب ده بيفكر في ايه، طب ممكن. وكل شخصيه كمان بالانترو بتاعتها وحركاتها المخصصه او السيجنتشر، كل حاجه بقى هدومه، ستايله، حاجه مميزه ومبروزه في شكله، وكل شخصيه بستايل وقصه مختلفه. يعني جون سينا بقى بشخصيه الرابر الروش، تريبل اتش والانترو بتاعته لما كان بينفخ المايه لفوق، ري ميستيريو شخصيه محمد هنيدي اهو بالظبط. مثلا ري ميستيريو ده ما خلاش من اي ايرا في الدبليو دبليو اي. المقنعين دايما بيبقى ليهم غموض كده ان انت دايما عايز تعرف مين اللي ورا الماسك، مع ان ده مش هيفرق في حاجه. حبيبي ليه؟ بالعكس ده هيضر الهاله اللي حوالين المصارع. بس منظمين الدبليو دبليو اي كانوا دايما مدركين جدا لحوار المقنع ده، فكان دايما اي ايرا لازم تلاقي فيها مقنعين كتير فشخ. كل ده كان مدي العنصر البشري القصصي المتماسك في كل شخصيات المصارعه، وكل ده ما يسمى الجيميك او البيرسونا. عاملين فيديو عن البيرسونا، لو انت مهتم خش شوف اتفرج عليه، ولو عجبك الفيديو لحد دلوقتي فاعمل لايك وسبسكرايب
الحاجات اللي انا ما بعرفش اقولها دي. فبمناسبه الجيميك والبيرسونا يعني، هل انت لسه فاكر ممدوح فرج؟ في وقت الجولدن ايرا بتاعت الدبليو دبليو اي كانت المصارعه بدات تنتشر عندنا في مصر كرياضه، وكابتن ممدوح فرج كان واحد من المصارعين، واللي ازعم ان هو اللي شهر المصارعه في مصر. سبب واضح وجلي غير ان هو ما كانش فيه غيره، بس هو الجيميك الخاص بيه كان مميز بشكل او باخر. يعني اصلا كفايه اسامي برامجه، لمسه اكتاف، ضربه قاضيه. وسبب كمان كان كابتن ممدوح فرج هو الاشهر، انه كان اكتر واحد مهتم بالمصارعه وعنده الكاريزما الكافيه جذب انتباه الناس للمصارعه. يعني هو كان مصارع بعد كده بدا يحلل الماتشات ويعلق عليها. يعني من الاخر الراجل ده كان وان مان شو. دايما اي معلق هيحسسك ان هو قاعد معاك على القهوه هيلاقي رواق كبير، وده بالظبط اللي كان كابتن ممدوح فرج بيعمله. الغير اللي احنا شايفينه ده انا مسميه محمد هنيدي والله. احنا بقى كان اكتر حاجه مشهوره عندنا بل هي الوحيده كانت الدبليو دبليو اي، على الرغم من ان كان في الدبليو دبليو اي والدبليو سي دبليو والاي سي دبليو، بس ده في وقت بيك المصارعه مش حاليا. يعني ده كان زمان ايام الجولدن ايرا. بس وقتها بقى كان في صراع بين الدبليو دبليو اي والدبليو سي دبليو. في وقت اصلا كان الدبليو سي دبليو هم اللي متفوقين في الصراع، لدرجه ان هم الدبليو سي دبليو كانوا بيعرضوا يوم السبت، انما الدبليو دبليو اي كانوا بيعرضوا يوم الاثنين. فقامت الدبليو سي دبليو بقى قررت ان انا لا، انا هخلي العروض تبقى يوم الاثنين مع الدبليو دبليو اي. طب ليه؟ بتتحول لصراع تسمى حرب ليله الاثنين. ده كان الشخص اللي كان سبب في وقوف الدبليو دبليو اي على رجلها هو فينس ماكمان. ماكمان تقدر تقول ان هو من الناس اللي ماشيه بعقليه ترامب، ان انا هعمل كل اللي انا اقدر عليه بس عشان اوصل للهدف اللي انا عايزه. وده خلق وراه كميه لغط واثاره جدل غير طبيعيه في ولايه الدبليو دبليو اي. هو اصلا ما كانش جوه عالم المصارعه في الاول، هو صدفه ان ابوه كان هو رئيس الدبليو دبليو اف وقتها، او بين قوسين الدبليو دبليو اي. ففي يوم قبل ماتش في معلق قام رايح لابو فينس ماكمان قال له هتزود المرتب يا حبيب قلبي ولا اخلع واتكل على الله؟ قام ابو ماكمان قال له امك فلاشه ولا طارت؟ قال له طارت. قال له يلا اتكل على الله طير وراها. وطير الراجل، بس هو في وقتها ما كانش فيه معلق سبير، بس هو ما كانش عارف يعمل ايه، فقعد بقى يبص هنا وهناك. فقامت عينه جت على ابنه. اتعلقت قبل كده؟ قال له لا. قال له طب امك فلاشه ولا طارت؟ قال له حاج انت مطلقها من وانا بشخ. قال له طب تعلق ولا طلقك انت كمان؟ انا اسف يا حاج، واسف يا حاجه. ومن هنا بدات ليجاسي فينس ماكمان. كفايه عبط بقى عشان اتحرك. هسيب البتاع دي بس عشان عاجبني. ماكمان دخل عروض اكتر ومنافسه شرسه مع المنافس بتاعه. قد ايه كان ماكمان عنده فن اختيار المصارعين وتنجيمهم. في الجولدن ايرا الشخص اللي على اسمه نص سواقين مشاريع مصر هالك هوجن، اللي اكتشفت وانا بحضر الفيديو وبصور حاليا اكتشفت ان هو النهارده توفى. يعني فالخير جدا. المايك وقع. ومع الوقت حصل مشاكل كتير مع ماكمان وكان فيها هو الشخص الوحش، بس دي جت اللي في الجول. فهو قعد يفكر ان طب ما حلوه شخصيه الشخص الوحش. ومن هنا دخلت شخصيه مستر ماكمان، وبدا يستغل الموضوع ده في سياق السيناريو بتاع الماتشات. هو كان دايما فارض شخصيه الشخص المتسلط الوحش، ان انا همشي رايي دايما ومش هيفرق معايا حد، وده كان فعلا مدي سيناريوهات اقوى للمصارعين. فاحنا قدام عقليه بزنسيه قويه جدا، لكن ده بيجي معاه شويه حاجات تانية. عارف الكليشيه اللي بيتقال على اي حد مليونير ان لو معاه الامبراطوريه من المال دي كلها هو بالتاكيد وقطعا فهو بوصلته الاخلاقيه مكسوره؟ اهو ده بالظبط اللي بينطبق على ماكمان. ماكمان كان بيستغل المصارعين بشكل مبالغ فيه ومؤذي ليهم. عارف وقت طلع على لعيبه الكوره ان هم بياخدوا ماتشات كتير وده استغلال ليهم، وان اللعيبه تعبت واللي بيحصل ده لا ادمي. نفس الشيء ده كان ماكمان بيعمله مع المصارعين بس بشكل اسوء. في وقت العروض كانت كل يوم من ولايه لولايه، فكان ماكمان بيجبرهم ان هم يبرفورم كل يوم، ما ينفعش ولا تاخد اجازه ولا تريح، وبمجرد ما انت دخلت هنا فانت عبد عندي يا ابن كنت على طول عروض 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 عروض. دي المفروض حاجه حلوه ان المفروض المصارعين بقى هيكيشوا ومش عارف ايه والكلام ده. هم في الحقيقه فعلا كانوا بيكيشوا، بس المشكله انت لو اخدت اجازه يوم واحد بس انت مش هتاخد اجر اصلا. يعني انت اشتغلت وقعدت تلعب كذا يوم ورا بعض، بس انت لو غبت يوم واحد فانت كل الايام دي راحت عليك. حتى لما اللعيبه قرروا ان كده مش هينفع ولازم بقى ناخد موقف وكده، احنا فعلا تعبنا وعايزين راحه، واحنا ماكمان احنا مصدر رزقك، فانت المفروض تساعدنا احنا. قرروا ان هم يعملوا اجتماع، يعملوا حاجه زي نقابه كده علشان بس ياخدوا حقوقهم. ماكمان كلم كل مصارع مخصوص وقال لهم لو حد حضر الاجتماع ده يعتبر نفسه مرفوض من الدبليو دبليو اي. وللاسف وقتها ما حدش حضر الاجتماع، وفي وقتها ماكمان هو اللي كسب. وقبل كده برضو اتكلمنا عن هالك هوجن. هالك هوجن كان هو الواجهه بتاعت الدبليو دبليو اي، وكان بيتم التسويق له على ان هو المثل الاحسن للمواطن الامريكي الابيض وهكذا. ماكمان بقى في الحاله دي استغل الموضوع لاغراضه السياسيه تنفيذ اجندته. كان في وقت مصارع اسمه ايرون شيك، الواحد ربك هو الواحد. كان المصارع ده ايراني، بس في الوقت ده كان في توترات كبيره جدا ما بين امريكا وايران. فيقوم ماكمان بقى عامل ايه؟ هات لي المصارع ده عايز هوجن يمسكه ويفشخه ويدغدغه. وهو الموضوع على قد ما هو يبان بسيط، بس في الاول وفي الاخر هي يعد اعلام. فالناس وقتها فشخته ان هو بيدخل السياسه في منتج ترفيهي، وان انت المفروض مالكش دعوه بالمواضيع دي. وهو فعلا جاب ورا شويه. قد ايه الراجل ده كان فعلا مهووس بان هو بس عايز يكبر الشركه بتاعته ويعمل اللي هو عايزه. ففي سيناريو من السيناريوهات هو يعني مش عارف اقولها ازاي استغل السيناريوهات باسوأ شكل ممكن. فكان المفروض مدخل بنته في سيناريو من السيناريوهات، بس يعني كان في السيناريو ان
بنته حملت يعني من هل في استغلال اسوأ من كده للسيناريوهات دي حاجه بس تقدر توريك دماغ الشخص ده بيجرى فيها ايه. في اتهامات بقى اتوجهت له ان هو بيتحرش بالاطفال، او حادثه ايروين هارت اللي هي اغبى ما يكون. يعني هو في مصارع تحت عباءتك وانت المفروض بتحافظ على سلامته، بس انت في الحقيقه تسببت في موته بسبب ان انت مكسل انت تجيب احبال اقوى مثلا عشان تعمل الشو بتاعك اللي انت عايزه. ولما يموت كل اللي انت تعمله ان انت تروح تكمل الشو بتاعك. كل ده كان بحجة بس ان الناس بقى جايه تتفرج على شو، مش جايه تشوف واحد وهو بيموت. ومع ذلك لما اترفع عليه قضيه برضه كسب القضيه، بل بعديها الاتحاد قام راح رفع قضيه على الشركه اللي كانت عامله الحبال، مع ان كل ده كان في ايدك، كنت ممكن انت تصلحه وتعمل. بس لا برضه انا مش عارف انا ليه بوجه له هو مكمن انت الكاميرا. انا حقيقي في الحالات دي كلها مكمان كان بيطلع بدون اي مشكله، ما عدا في مشكله واحده. اخر مشكله حصلت مع مكمان كانت 2022، هي فعلا المشكله اللي قسمت ظهر مكمان، قضيه جانل جراند. ولا مش هحكي اي تفاصيل منها للامانه، بس لو انت مهتم بالتفاصيل ففي فيديو هسيبه لك يعني هنا. بس واقع المشكله دي عليه فعلا كان كبير قد ايه. مكمان استقال، ولايه الدبليو دبليو اي اللي بعديها من بعد استقالة مكمان راحت لواحد من العيله، هو كان تريبل اتش وبس. ومن هنا كده انتهت ولايه مكمان. الا ان هو عشان تريبل اتش قبل كده كان مصارع، فهو فاهم دماغ الاداره ماشيه ازاي ودماغ الجمهور ماشيه ازاي. مين يعرف جوهر المصارع اكتر من شخص اصلا كان مصارع؟ لا خالص. بل تريبل اتش فقد الجوهر الاساسي في المصارعه. كل الفترات الذهبيه بتاعت الدبليو دبليو اي كنت هتلاقي السوبر ستار هو اللي متنجم دايما، هو اللي كان يعتبر واجهه الشركه واللي بيسوقوا بيه. السوبر ستار اللي هو سواء انت ليك في المصارعه او مالكش بس ستيل هتبقى عارفه. وده للاسف مش موجود دلوقتي. يعني انت بص على اي مصارع من اللي موجودين حاليا مش هتلاقي عنده الجيميك والبرسونا اللي هي ممكن تشد الناس. وحاجه للاسف مبقاش ينفع تتعامل زي قبل كده، واللي تم افتقادها بشكل كبير قوي في المصارعه وهي العنف. فكره الحيوانيه والعنف المبالغ فيه مش هتلاقيها دلوقتي. انت بشكل او باخر عايز ان دي تبان كانها خناقه شوارع، بس ده مبقاش موجود حاليا. والى حد ما تقدر تقول ان الموضوع ده منطقي بسبب عصر الكانسل كلتشر اللي احنا فيه والكلام ده كله. العنف ازاي ده مبقاش ينفع دلوقتي. العنف اللي كان في الروسلس اجريشن ايرا والاتيتيود ايرا ده كان عنف مبالغ فيه، ضرب وعنف وناس طالعه بطيئه. كل الكلام ده مش متاح حاليا، وتقدر تقول ان ده بتمهد له من 2008 وقت البي جي ايرا اللي وقتها حاجه زي كده كانت معموله عشان فلوس، بس دلوقتي تقدر تقول ان هي دي اجبار مفيش اوبشن اصلا. بس للاسف حاليا بسبب اداره تريبل اتش السيئه اللي تقدر تقول من رايي انا هي خلل في التنظيم الاداري في الدبليو دبليو اي، وحاليا ما بقتش رياضه راسخه وتقدر تاخد منها المتعه الكافيه. وفي الاخر ده رجعنا لنقطه ان مكمان له ما له وعليه ما عليه. لكن للاسف الراجل ده كان عارف هو بيعمل ايه بالظبط طول الوقت. هو كان دايما ورا صناعه شاركت في طفوله كل حد مننا وحياه كل حد مننا. كلنا حابين قصصها والعابها اللي على البلاي ستيشن وكل حاجه كانت تخص الرياضه دي، بس من الواضح ان دلوقتي يكفي اننا نعيش على اطلال الماضي بس ونخلي الفيديو ده تذكار لاننا كنا ليه بنحب المصارعه.